السلام عليكم يا أهل الطيبين، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله يا رب الكل بصحة وسلامة. رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد وبوصفات جديدة للكبة. مثل ما تعرفون بي أنا أحب أنوع بالكبة وأحب أسوي شغلات مو بالي، والحمد لله تطلع عندي ولا أروع. ما لكم علاقة بالصوت لأن انفلونزا وكلش طبعا تعبانة، رغم هذا قد خلي أنزلكم فيديو. اليوم سويت لكم 3 أنواع كبب، مو نوع واحد، وأنواع جديدة لأول مرة. بس نوع واحد يعني دائما احنا نسويه، بس نوعين لأول مرة. بصراحة نهائيا ما مسويتها وقلت خلي أجربها، والحمد لله تشوفون النتيجة شلونها خرافية. فخليكم وياي وشنو 3 أنواع الكبة سويناهن وشنو مقاديرهن، ويا ريت الوصل لهنا لا ينسانا باللايك، وتجدد إذا عجبتكم القناة اشتركوا فيها وفعلوا على الكل، واتمنى من تشاركون الفيديو حتى الكل يستفاد من الطريقة. وهاي قدامكم 3 أنواع الكبب، بس قلت لكم نوع واحد يعني احنا دائما نسويه، ونوعين لا لأول مرة، وما أعتقد حتى أكو أحد مسويه سابقا. فالمهم هسه راح أخليكم ويا المقادير وطريقة العمل. طولت هواي عليكم بالمقدمة بس حتى تعرفون شنو راح أسويه. المهم حبايبي، هنا عندي رز وعدس. هسه تقول هو كبة عادية، لا، أنا راح أضيف لها إضافة ثانية، وأضيف لها ثالثة، العفو، إضافة رابعة. المهم كوبين رز، كوب عدس نقعتهن على صفحة، ونقعت كوب برغل الخشن مال الطبخ. حبايبي كوب برغل الخشن مال الطبخ نقعت على الصفحة حتى ينطي روحه. لازم أنقعه لأن البرغل الخشن كلش بالطبخ شوية صعب. فكوبين تمن، كوب عدس، كوب برغل، وطبعا أكيد قلت لكم إنها منقعات. هسه راح أطبخهن سوية. حطيت لهن ملح وراح أحط لهن مي، ما نحط مي هواي لأن عندنا العدس والبرغل يلين هواية. تشوفون كمية المي كلش خليت قليلة، ما حطيت هواي، وراح أطبخهن. هسه هنا بعد ما طبخناهن راح أسوي مكينة اللحم على الناعم. وطبعا قلت لكم أكو إن شاء الله بعد ثانية أو رابعة قصدي العفو راح أضيفه إلها. يعني مو خليكم بس أسوي الفيديو وشنو راح أسوي الأنواع الكبب. هسه هاي هنا طبخنا البرغل والعدس والتمن طبخناه سوية. أكيد راح هواي تقولوا لي معلاو يصير البرغل الناعم، يصير البرغل الناعم، بس أني حبيت أسوي البرغل الخشن. يقدرون البرغل الناعم هم يصير حبايبي، البرغل الناعم مال الطبخ حبايبي، مو مال الكبة. البرغل الناعم يعني اي مال الطبخ حبايبي، يعني مو مال الكبة، خلوا ببالكم. بدونهم تطبخوا وتسووا. المهم هسه هنا ايش حطيت؟ خليت نشا، خلينا بيض، وراح نعجنها. خلينا نشا وخلينا بيض وراح أعجنها. هاي شنية بس البرغل والعدس والتمن. هنا عندي بوتيتا أنا سلقتها قبل يوم، دائما أقول لكم أنا بوتيتا أو البطاطا أسلقها قبل يوم وأخليها بالبراد حتى تتماسك، وما أسلقها كلش هواي، يعني مستوية بس بيها قوة. همين سويتها من مكية اللحم، وراح أخلي لها بس نشا، وراح أخلي لها شوية كاري وشوية هذا الصمون المطحون، وراح أعجنها. طبعا كوبة البوتيتا تشاب بهاي الطريقة تصير عندكم روعة وما تنفل نهائيا. كاري شوية، نشا، وحطينا لها الصمون المطحون وشوية ملح وعجناها. شوفوا صارت بهذا الشكل. هسه ايش راح اسوي؟ راح اسوي نوع ثالث. النوع الثالث اخذنا من البوتيتا اللي عجناها، وراح اخذ من العجينة اللي هي مالت العدس ومال البرغل ومال التمن، راح اخبطها وياه. يعني ايش راح يصير عندي؟ راح يصير تقريبا نفس الكمية خليت، راح يصير بوتيتا وبرغل وتمن وعدس، 4 أنواع. على العموم هي كلها طيبة. طبعا هاي تجربتي لأول مرة، وبصراحة يعني أني الحمد لله عندي أمام من الكبة اللي أسويها، بس كنت خايفة من التقلام أقليها، قلت خاف تنفل. بس أهم شي العجن وما تكون عندكم لينة، وأهم شي تحطون النشا. حبايبي كوبة بوتيتا تشاب ما حطيت لها بيض، خاف تسألوني، ما خليت لها بيض. هنا طبعا أنا القيمة سويتها أو الحشوة الكبة سويتها قبل ما أسوي عجينة الكبة، بس خليتكم إياها بنص الفيديو.
هنا اللحم اني حمسته لحد ما عندي استواء كامل، وراح اطلع اللحم على صفحة واخلي بس الدهن مالته، لين اللحم مالتي نوعا ما كان دهين. فيعني هنا الكبة ما احتاجت اي دهن اخلي لها. راح تقولوا لي شنو نوع اللحم؟ اللحم هو لحم عجل، بس نوعا ما شوية دهن. هنا البصل انا سويته بالمحضار مال الطعام، سويته كلش ناعم، وطبعا غسلته ونشفته من المي تماما، لان تدرون مسوي بالمحضار الطعام راح يذب مي، وراح خليته بالدهن مالت اللحم، يعني ما حطينا له اي دهن. اللي اللحم تستخدموه اذا مو دهن حطوا له دهن. هم قلبناه لحد ما استوى، وراح نخلي اللحم فوقه وراح اقلبه، يعني بالدهن اللحم انا حمسته. هنا مستوي البصل عندي ومستوي اللحم، دائما اقول لكم تقريبا ما يعني مستوي تماما. يلا احط البهارات حتى تظل الحشوة او القيمة مالت الكبة محافظة على الطعم مالتها. اكيد خلينا لها ملح، وراح اخلي لها 7 بهارات. طبعا هاي العلبة تدرون بيها صار لي جد اني كاتبة عليها، بس هسه يلا كتبت كاتبة اني 7 بهارات و7 بهارات. وطبعا اسفة على الصوت بصراحة، لين قود اسجل صوت. انا هذا الفيديو من سويته ما جات هيك وضعيتي، بس بعدها صارت هيك، وقلت خلينا انزلكم اياها تستفادون، لان انا وعدتكم قلت لكم راح انزل فيديوهات التفريزات، وهذا كان الفيديو الثاني من التفريزات. هسه راح نبدا نلف، وما تعرفون مثل ما تعرفون بيه انا الف الكبه دائما بالزيت، بس عادي حبايبي اللي يلف بالمي كلش طبيعي، ماكو علاقه يعني عادي، اللي متعود يلف بالمي خليه يلف بالمي. هسه بديت الف الكبة بوتيتا شاب، وشوفوا العجينه الله عليكم، شوفوا شلون حلوه وناشفه، وشلون ما تريدين تفتحيها. هنا اللحم براحتك، تحطين هواي تحطين قليل، هي العجينه طيبه. انا دائما اقول لكم الكبه مال بوتيتا شاب، مال كبة التبن اي نوع يعني ما عدا الجريش، حطوا حتى تحطون بها قليل، هي عجينتها طيبه. انا بس الجريش نوعا ما شويه اخلي لها حشوه زايده، يعني كل انواع الكبة بتقلى عادي حطوا لها حشوه قليله. وهم تقدرون تسوون الحشوه مالت الكبة او القيمه بالدجاج. وهم راح اقول لكم انا منزله فيديوهات سابقا، منزله كل انواع الكبب بالدجاج وباللحم، يعني عادي خاف تقولوا لي اللحم غالي ما اعرف شنو. وهنا طبعا صراحه سويت كيلو لحم، بس ما شاء الله تبارك الرحمن الحمد لله وشكر، بس واحد يسمي يعني يبلش، وإن شاء الله يصير عندكم بركة. صارت عندي 3 أنواع كبب راح تشوفون نهاية الفيديو، ظل عندي منها راح أسوي نوع كبة رابعة. هنا كملنا كبة البوتيتا شاب. هسه ايش راح أسوي؟ راح أسوي الخلطة اللي سويناها مال هي بوتيتا شاب وبرغل وتمن وعدس اللي أخذنا منه وعجناها. وشوفوها بقدامكم شلون تلف حلوة، تخبل طبعا وهشة وطعمها كلش طيب، يعني أنصحكم تسووها. دائما أقول لكم أنا أحب أجرب، ولا أشوف شيء ناجح أنزله لكم، وإذا مو ناجح بصراحة ما أريد أنزله وما أريد تتعبون، لأن هم مصاريف وهم تعب وتاليها تفشل وهم بعدين تحجون عليا. ما بالعكس أريدكم تسوون شيء وتترحمون الوالدية. فهاي الكبة سووها وترحموا الوالدية والأخوية، لأن طعمها كلش طيب وهشة وحلوة سهلة باللف مو متعبة. وهسه راح ابدي اقلي وياكم. طبعا انا لفيت تقريبا صينيه، فبديت اقلي، خلينا الزيت زايد وخلينا يكوي، طبعا لازم اهم شي. وبدينا نخلي كبه، حاولوا تحطون كبه كلش هواي وتنفل عندكم، بس الحمد لله. طبعا انا هنا قليت البوتيتا شاب، انا البوتيتا شاب مأمنة منها اللي مسويتها سابقا، والحمد لله صار عندي كبه ولا اروع. هنا طبعا خليتكم فيديو تقلى حتى تشوفون تطمئنون. شوفوا وحدة وأختها لا انفلت لا بها شي لا أبد، لين أهم شي العجينة عندكم وما سووها كلش لينة، وأهم شي المواد اللي تحطوها بالعجينة. أرجع أقول لكم بوتيتا شاب بس نشا طحين مال صمون يعني صمون مطحون، وحطت لها كاري بس، أبد لا تحطوا لها لا مي لا بيض لا أي شي، بدون أي شي، وصير عندكم كبة بوتيتا شاب ولا أروع، وطعمها كلش طيب. وشغلة ثانية سلقون البوتيتا قبل يوم، حطوها بالبراد، ولا تخلوها تستلق كلش هواي، لا يعني تستلق كامل، بس نوعا ما شوية بها قوة. هنا راح أقلي الكبة اللي أنا أول مرة أسويها.
بصراحة كنت شوي نوعا ما خايفة ولو أنا قلت لكم دائما الحمد لله الكبب عندي يعني مطمئنة منها، بس كنت خايفة. بس الحمد لله شوفوا النتيجة اللي أعطتني إياها. هاي كبة العدس والبرغل والتمن، شوفوا شلون أعطتني نتيجة الحمد لله. لا العفو، كبة العدس والتمن والبرغل والبوتيتا، هاي 4 أنواع. كنت خايفة من قليتها بس الحمد لله والشكر هاي قدامكم شوفوا ولا أروع. هسه راح نلف الكبة الثالثة اللي هي كبة العدس والتمن والبرغل. طبعا كل وحدة سويتها شكل صحيح، بالبداية تشوفون نفس الشكل، بس كبة بوتيتا تشاب نوعا ما سويتها صغار. سويت كبة البوتيتا والبرغل والتمن والعدس نفس الشكل بس شوية كبرتها. هذه لا، كبة العدس والبرغل والتمن سويتها بهذا الشكل. أسوي والله دوختينا وما عرفت شنو الأنواع. لا إن شاء الله الأنواع تكون واضحة وماكو شيء، بس شوية الصوت اللي مأثر عليكم. المهم حبايب هذا الشكل لفيتها يعني هاي نوعا ما طويلة حتى أفرق، لأن هن تقريبا من تقلن يعني الألوان مالتهن صارت تقريبا نفس الشيء، فحتى أميز بين وحدة ووحدة سويتني بهذا الشكل. وهاي آخر وحدة، وهم قلت لكم نوعا ما هم كنت خايفة، بس الحمد لله والشكر راح تشوفوها. شوفوا يا عيني يا عيني، شوفوا شلونها، شوفوا الله عليكم غير تخبل. يلا روحي طلعي موادك وسويها. وإذا تقولي اللحم غالي سويه بالدجاج، ولو هو ساعة الدجاج غالي بس عادي، قدرين بالدجاج قدرين باللحم بأي شي سويها. والحمد لله مستوين هيك شغلات تصير خير وبركة. المواد أحسن ما تشترين اللحم وتسوي تشيل فراي متشيل فراي ويضيع عليك. مكان ما تسوين طاوة تشيل فراي تسوين صينية كبة تفيدك 4 مرات للعشاء. فالحمد لله هاي الكبة النوع الثالث ولا أروع. ثلاثتهن وحدة أروع من الثانية. جربوها وأنتم مغمضين، أهم شيء تتبعون الطريقة بالمضبوط. وأي واحد راح يجرب الكبة لا ينسى يدز صور على الانستا مالتي نفس اسم قناتي. وهاي قدامكم شوفوا، خليت لكم كل وحدة هي والتقلى حتى تسووها وأنتم مغمضين. وهسه كملنا 3 أنواع الكبب، وهذا الثاني فيديو للتفريزات، وانتظروا بعد فيديو الآخر التفريزات. سويت لكم تفريزات هم روعة وجديدة، هم لأول مرة أنا أسويها بقناتي. المهم حبايبي هاي كبة بوتيتا تشاب، وهاي الكبة 3 أنواع اللي حطينا بيها، وهاي 4 شغلات اللي بيها. وشوفوا يا عيني كلها وحدة أروع من الثانية، وما شاء الله تبارك الرحمن. صارت عندنا صينية طبقتين خير من الله. راح أجمدها وبعدين أخليها بماعين واكتب عليها حتى اللي يريد ياكل منها، ولو هي تقريبا مشابهة بالطعم بس شوي بوتيتا تشاب تفرق عنهم. فهذا كان اليوم الفيديو مالتنا، اتمنى ان عجبكم. وهذا اللحم البقى عندنا راح نسوي نوع رابع من الكبة. يلا قولوا لي يا نوع اسوي لكم، بعدني لحد الان ما بسويتها. لهنا ينتهي الفيديو مالتنا، اتمنى اعجابكم، ولهنا اقول لكم مع السلامة للجميع.